قطر جايبة لعيبة العالم وكل الجماهير والصحفيين والمسؤولين دول كلهم والفيفا عشان تدخلهم الإسلام، مش جاي تلعبهم كورة. تعال أقول لك قطر بتعمل إيه في كأس العالم. كتبت أحاديث نبوية في كل مكان وفي كل ركن اللي بيدل على سماحة الإسلام وحب الخير. غيروا كل المؤذنين بتوع المساجد وجابوا مؤذنين صوتهم حلو ووصلوا الصوت ده داخل الملاعب عشان يوصل الصوت للاعبين والجمهور، لدرجة إن في مسؤول إنجليزي سمع الصوت ده بتاع الأذان وعجبه جدا، عبر عن إعجابه الشديد بيه جدا، مش زي حواس اللي بيقول لك صوت الأذان بيزعج السياح. وزعوا كتب بتتكلم بلغات المشجعين، تتكلم عن تاريخ العرب وتاريخ المسلمين. منعوا الناس بتوع الألوان اللي انتوا عارفينها وأي مظاهر تدعو لدعمهم أو غيره. ده غير إن هم بينفذوا أحسن وأفضل نسخة لكأس العالم، مشرفة جدا للعرب والقطر طبعا. بصراحة قطر أحسن دولة عربية كانت ممكن تنظم كأس العالم، وأفضل سفير عربي قدام العالم كله إن هي تنفع تنفذ كأس العالم الحقيقة، ومواجهة مشرفة جدا لينا كعرب وكمسلمين.